السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شهيوات ايناس مع وصفه جديده او فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير كيجي خاتر، كيعطينا كميه كبيره، مكونات بسيطه. كنتمنى انه ينال اعجابكم. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخير. العصير غادي نحتاجو واحد 3 ديال البرتقالات الليمون، وغادي نحتاجو واحد 2 ديال الحامضات، يكونوا كبار متوسطين على حسب. غادي نحتاج واحد الكميه ديال الفريز. انا الفريز كان عندي في كونجيلاتور، اكتفيت فقط بهاد الكميه هذه. غادي نحتاجو بواحد 3 ديال الخيزويات وواحد ياغورت ديال الفواكه. غادي ناخذو ونبداو نقشروا الليمون ديالنا والحامض. ملي تكونوا كتقشروا حاولوا تزولوا ديك القشره البيضاء ديالو، وراكم عارفين ضروري نحيدوا داك العظام اللي كيكون فيه باش ما كيمرر ليناش العصير ديالنا. صافي، من بعد ملي غادي نقطع كل شيء غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نوضع فيها هذاك الليمون والحامض باش غادي نوضعوه فوق النار يطيب. المهم يطيب لينا مزيان حتى يذوب مزيان. وغادي نوضعوا مع واحد الكميه ديال السكر، فقط كميه قليله. من بعد رانا غادي نزيدوا على حسب الذوق ديال كل واحد. اكتفيت هنايا بواحد الكميه قليله باش ملي كيطيبوا لينا هذوك المكونات كيشربوا ديك الحلاوه، وحتى داك الحامض كتزول منه ديك المروره ديالو. صافي، غادي كما قلت لكم غادي نضيف السكر، غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، فقط غير كميه قليله فين يطيب ليا داك الليمون والحامض. صافي، وغادي ندوز باش نكمل معكم. هنايا دزت قطعت داك الفخاز، ديك الكميه اللي عندي ديال الفخاز. خيزو هو ديجا تسلق. غادي نخلط المكونات ديالي كلها مع بعضها. ميم الليمون والحامض حتى هما راه ديجا طابو. كما قلت لكم غنخلط كلشي، غادي نزيدو داك الحك ديال الياغورت اللي عندنا، وغادي نميكسي كلشي مع بعضهم ونتلاقاو باش نشوفوا شكلهم الاخير. بالنسبه للماء، انا كنميكسي وكنزيد الماء في نفس الوقت. دخل لي 3 لتر ديال الماء في هذه القرعه هذه، عبرت بهذه القرعه هذه. وكما قلت لكم كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، بغيتوه خاتر اولا بغيتوه خفيف، وانتم عينكم ميزانكم.
ديالي بعد ما وجد أنا خليته برد. أنا وجدته الصباح وحتى العشية عاد شربناه. ملي كتوجدوه كتخليوه، راه الصراحة كيطلق داك السيرو ديالو كيزيد يبنان، والصراحة جا زوين، عطاني كمية لا بأس بها. كنتمنى أنه يكون نال إعجابكم وجربوه في رمضان إن شاء الله. إن شاء الله نشارك معكم أفكار أخرى ديال العصائر. كنتمنى من هذا الفيديو يكون نال إعجابكم، ونتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد، وكنقول لكم بسلام عليكم.